الكروكي الوصفة الجزائرية اللي حوسوا عليها كاملين، وكاين بزاف ما تنجحش معاهم، ما يجيهمش خفيف ويجيهم مدكس لداخل. اليوم جبت لكم انجح واروع وصفة على الطريقة التقليدية. يعني انا عندي عدة وصفات في الكروكي، اليوم راح نعطيكم الوصفة التقليدية يعني بدون عجن. قبل ما نبداو نصلي ونسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات. هنا رايحه نعطيكم يا البنات الاسرار كامل تاع التحمار نتاعو، كيفاه يعطيكم هذا اللون الذهبي، كيفاه يجيكم خفيف ومقرمش. يعني تبعوا معي جميع الاسرار راح تلقاهم في هذا الفيديو. دعم الفيديو حبيبتي بالجيم، خليوا لي ديما ارائكم وتعليقاتكم. وهيا ونروح نسميو بسم الله مباشره ونبداو في الوصفه. كما راكم تشوفوا هنايا عندي 3 حبات نتاع البيض. الوصفه تاع الكروكي مولفين نديروها يعني ب 12 حبه تاع البيض. كي نقسموا المقادير للربع، اللي يحب يدير ب6 حبات بيض ولا اللي يحب يدير ب3 حبات تاع بيض. ضفت عليهم رشه تاع الملح. رايحه نضيف كاس قل ربع تاع السكر، يعني ناقص 2 اصابع تقريبا. نبقاو نضيفو في السكر تاعنا على 3 ولا 2 دفعات، ونبداو نخلطو فيه حتى يذوب معي هذاك السكر. الطريقه هذه تقدروا تخدموها بالباطير ولا تخدموها عادي باليد، ماشي شرط الباطير بصح الشرط الضروري فيها انكم سكر هذاك يذوب معكم ما يبقاش يبان خلاص في الخليط. رايحه نضيف هنايا السر الرئيسي للتحميره هذيك نتاع الكروكي تاعي، واللي هو 2 مغارف صغار تاع لافاني تاع الميزان. البنات اللي ناكد لكم عليها ماشي لافاني تاع الساشيات، تاع الميزان وماشي تاع البوايط هذوك، تاع الميزان هي اللي تعطيكم هذيك التحميره واللون الذهبي للكروكي تاعكم. رايحه نضيف نفس الكاس تاع الزيت، يعني كاس قل ربع ولا قل 2 اصابع. شفتوا الخط هذاك توصلوا تم وتحبسوا. والزيت البنات ديما تضيفوه على دفعات هكذا ما يجيش معاكم خشين لداخل وما يجيكمش مدكس. يعني تقريبا الاغلبيه ما ينجحوش معاهم، خاصه اذا درتيو بالباطير. اذا حكيتيو بيديكم عادي يا البنات راح نضيفوا كميه الزيت، بصح كي ديروها بالباطير ضروري انكم الزيت هذا تضيفوه على دفعات كيما راني ندير فيه. كملت انا الكميه تاع الزيت وبقيت نخلط الخليط. راكم شفتيوه كيفاه كان في الاول وكيفاه رجع درك. بالنسبه للفارينه انا هنا دات لي تقريبا 4 كؤوس ونصف تاع فارينه. ضفت عليهم كيس ونصف تاع خميره الحلوى. انا عندي القاعده لكل 2 حبات بيض نضيفوا كيس خميره الحلوى، كيس ومغرف صغيره تاع خميره الحلوى كيما راكم تشوفوا. ضفت الكاس الاول تاع الفارينه. دوك رايحه نبدا نخلط فيه وضفت له مبشور الليمون. واذا لاحظتي وانا هنايا المبشور تاع الليمون ولا القارص ما نضيفوش مع السوائل، ديما نضيفو مع الفارينه باش يعطيني صح يطلق النسمه تاعو ويعطيني بنه وذوق للكروكي تاعي. وكما على بالكم حنا الوصفات التقليديه ضروري يكون حاضر فيها مبشور الليمون. بقيت نضيف ونخلط، يعني كل ما يختفي لي الكاس الاول نضيفه الثاني، جامي تضيفوه على مره واحده. كملت هنايا الكاس الاول، رايحه نزيد نضيف الكاس الثاني وما نضيفوهش كامل، نضيفه ثاني على دفعات، يعني باش ما يقعدش معاكم الخليط لداخل مدكس كيما نقولوا. يعني هاد النصائح لازم تاخذوهم ديما بعين الاعتبار باش تتحصلوا على نتيجه مثاليه ليه لهاد الحلوى ولا اي حلوى تاني تاع اللمبوط بنفس الطريقه. بقيت نضيف، هذا هو الكاس الثاني. تتحصلوا على عجينه تكون طريه في نفس الوقت ما تتلاصقش في اليد، يعني طريه خلاص. راح ندوك نشوفوا مع بعض هنا القوام اللي نتحصلوا عليه، وجامي ترتبطوا على هذه ديما. المقدار تاع الفارينه ما نعطيه لكمش بالضبط على خاطر كل وحده والفارينه تاعها اللي تشرب واللي ما تشربش. قادره انا دات لي 4 كيسان ونص، انتي تدي لك اقل ولا تدي لك اكثر، فهمتوني؟ المهم ابوبري نتوما ديروا حسابكم، راهي 4 كيسان تقريبا ونص. بقيت نخلط نمس بيدي الاخرى ونشوفوا العجينه كيفاه تولي. اذا حسيتيو باللي العجينه تاعكم طريه وتتلاصق نوعا ما، يعني ماشي تتلاصق خلاص هذيك اللي سايحه، ندهن يدي هنا بشويه نتاع الزيت. وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه. ندهن يدي بشويه تاع الزيت، سطح العمل تاني ندهنه بشويه تاع الزيت ونقطع نقسم الحربوش تاعي. ومن الاحسن البنات اللي تحوس دير حبيبات يكونوا يعني ملاح ومتوسطين ما همش كبار كيما تاعي، دير 3 حرابش. انا هنا قسمتها على 2 فقط.
تحبوا قلت لكم يعني اللي تحوس على الحبه تاعها تيجي مليحه برك وباهيه، خاصه اذا عندك مناسبه. انا هنا درتو برك للدار، كي تكون عندك مناسبه من الاحسن دير الحبيبات يكونوا صغار هكذا، تحطيهم في الصحن يجيوك باهيين ماشي كبار، يتصلحوا يتماشاو بزاف مع قهوة حليب. خاصة درك راهو جاي وقت المناسبات والأعراس. هنا مسحت سطح العمل تاعي ووليت نعدل فيهم. درك شوفوا الزيت البنات كي تدهنوا البلاطو تاني ما ديروش زيت بزاف بزاف، بعد الحربوش هذاك يتحل معاكم وفي الاخير يفسد معاكم الشكل تاع الكروكي تاعكم. نروحوا للسر الثاني باش يعطيني هذيك التحميره الفوقانيه. ضفت صفار تاع حبه بيض وقطرات من عطر الكراميل وخلطتهم مليح مليح وبديت ندهن، يعني صفار بيضه كفاني. درك هنا نولي نعدل بالكوباط كيما قلت لكم البنات، ميم كي ديروا الزيت دهنوا برك ابين في يديكم، ماشي تعمروه بالزيت. ديما سطح العمل ما تخليوهش معمر زيت خاطر او الشكل هنا يبان. اذا لقيتيوه كي حطيتيوه في البلاطو يبدا يتفرش معاكم ويتحل على الجوانب ويفسد الشكل، او محتاج فارينه البنات، فهمتوني؟ يعني شوف الكروكو السهل الممتنع، كون تزيدوا له الفارينه يجيكم يابس وما يجيكمش طري يعني كيما نقولوا فارغ لداخل، وكون تاني تنقصوا له الفارينه الشكل راهو يدي فورمه كامل ما يجيكم خفيف، بصح ما تلقاوش الشكل اللي تحوسوا عليه، فهمتوني؟ درك انا دهنته بهذاك الصفار كامل يعني. وفي الاخير تاني شوفوا زدت بقيت نعدل فيه. لازم تعدلوه وديروا الطريقه هذه. درك جبت فرشيطه كيما راكم تشوفوا قلبتها ومن بعد وليت نزين فيها التزيين التقليدي اللي كامل يعني نعرفوه بالفرشيطه. تقدروا ديروا زيكزاك ولا كاريات، المهم يبقى الشكل ليكم وديما في كل مره تحاولوا تعدلوا. هنا طيبته على 180 درجه، طاب لي من التحت. بعد ما طاب من التحت انا ديما نخليه من التحت ونولي نشعله من الفوق. وهذا هي التحميره اللي دالي حبيباتي، تحميره ولون ذهبي يعني مشهي ورائع. وكما قلت لكم لي بوده تاعي راهم كبار، انا صراحه ديته للام تاعي على هذه شغل نحيت عليا، قلت نديروا هكذا برك كيما نقولوا ليه لانه كنت مزروبه شويه. انتم ديروا البنات 3 حراب باش يجيوكم متوسطين، الحبه تاعكم ما تجيكمش كبيره كيما تاعي. نقطعوا بعده هو سخون وهذا هو النتيجه تاعو في الاخير البنات، يجيكم منفخ لداخل ويجيكم مهوي. والحبه حتى كي تهزوا الحبه تعرفوا الكروكي، يعني احنا الكروكي نعرفوه هكذا، كي تهزي الحبه وتلقايها خفيفه عرفي بلي الكروكي تاعك راهو ناجح، ما يجيش مدكس وما يجيش معجن لداخل. درك نروح نحطه في بلاطو واحد اخر ونخليه يتحمر من الفوق حتى يدي لي هذاك اللون الذهبي اللي كامل نحبوه. يعني انا صراحه من عشاق الكروكي كي يتحمر، لانه كاين بزاف ما يحمروش على الجوانب وانا نفضل نحمره. شوفوا الله يبارك كيفاه يجي لداخل، ما نحكي لكمش. المهم الوصفه هذه ضروري تجربوها، راهي سهله ما فيها حتى تعقيدات. بعض النصائح برك لازم تتبعوهم باش ينجح معاكم. واذا عجبكم حبيباتي الفيديو اكيد ديما نطلب منكم الدعم المتواصل، وما تنساوش تاني تبارطاجيو فيديوهاتي مع احبابكم وصحابكم هكذا باش يظهر الفيديو في محركات البحث ويشوفوه بزاف ناس. اكيد تنتشر قناتي على اوسع نطاق، وانا اكيد كل ما تدعموني راح نعطيكم ونجتهد ونعطيكم جميع الاسرار والنصائح. وللعلم هذه الوصفه بالذات نخدم بها في طلبياتي. نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد، سلام.